السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى حبيبنا رسول الله. طبعا الفيديو ده انا مصوره من قبل العيد، بس كان النت عندي فاصل وكان عندي مشكلة في التليفون الارضي والراوتر. وبصراحة كان المندوب بتاع الشركة كان اللهم صل على النبي، كان قعد فترة لحد ما جالنا. فكان غصب عني، كان المفروض اصلا الفيديوهات ديت انا نشرة مصورة كذا فيديو قبل العيد. بصراحة كنت عايزة انزلهم، بس ايه، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. طبعا مش عايزة اقول لكم انا مسكت السجاد كله غسلته قبل العيد. والحمد لله. مش عايزه اقول لكم السجاد بتاعي انا كل عيد بغسله، يعني انا غسلته العيد اللي فات والعيد الكبير غسلته. تمام. بس انا جايه لكم المره دي عشان اقول لكم على حاجه، يعني مش عايزه اقول لكم بصراحه تحفه جدا. انا كنت عملت صابون بايظ. كنت عملت صابون من الزيت المستعمل وكان باظ مني. مش باظ، كان طري مني. وبصراحه ما عملتش فيه اعاده تدوير، بس استغليته في غسيل المواعين، استغليته في غسيل السجاد. بصوا استخدمت في السجاد ده كله صابونتين اتنين بس. انا جبت لكم اخر سجاده انا غسلتها. طبعا السجاد كله انا غسلت بنفس الطريقه كده. تمام. دي سجاده اوضه النوم. وما استخدمتش فرشة ولا استخدمت مساحة ولا استخدمت اي حاجة، هي سبونشة من بتاعة المواعين والصابون البلدي اللي انتوا شايفينه ده. بصوا يا جماعة، انا يا دوبك بس انا حطيت الصابونة على السجاد ودعكت بس بالسبونشة. شايفين منظر السجاد؟ اقسم لكم بالله، والله والله كمان مرة، يعني كان وهم معايا. لا جبت منظفات ولا جبت شامبو سجاد ولا جبت اي حاجة. بس انا قلت لازم اجرب الصابون بما انه بينظف المواعين، يعني اكيد المواد اللي محطوطة في الصابون يعني اكيد بصراحة هتنضف. فجربتها، يعني انا جربتها في اول سجادة لونها زيتي وكان فيها حتت بيج. فبصراحة كان وقع عليها تمر وكان وقع عليها بيبسي وكان وقع عليها حاجات كتير اللي هي بتتحط في الصالة. فبصراحة جربتها. اول حاجة قلت لازم اصور معاكم فيديو اللي هو تنظيف السجاد ده، بس استخدمته. طبعا السجادة اللي عندي يعتبر ده افتح سجادة عندي، اللي هو سجاد اوضة النوم. جبت لكم السجادة. بصوا دي مش عايزة اقول لكم كانت متمرمطة، بصراحة متمرمطة اخر مرمطة. ليه؟ كان في فترة كده كانت أوضة النوم يعتبر عشان كان فيها تلفزيون فكنا بنقعد في الأرض وكده. وبصراحة لوجي بنتي بسم الله ما شاء الله معشاق، يعني من العشاق المكياجات والحاجات دي، وكانت بتوقع عليهم زي ما انتوا شايفين بقع المكياج او اي شادو او الحاجات دي. فما كانت بتقع على السجادة ما كانتش بتطلع بسهولة، انتوا فاهمين قصدي. بس انا جبت دي بس، يعني حتة الصابونة اللي فضلت من الصابونتين اللي انا استخدمتهم دي كانت اخر سجادة. وقلت لازم اصور لكم يعني اصور معاكم مقطع الفيديو ده اوريكم قد ايه ان انا انبهرت. وبجد والله هتنبهروا يا جماعة من الصابون البلدي في غسيل السجاد. ولا هتستخدمي مية سخنة ولا هتستخدمي منظفات ولا هتستخدمي اي حاجة غير الصابون البلدي. انتوا شايفين هو طري ازاي؟ هي مشكلته معايا انه كان طري، ما كانش صلب. فبصراحة هي كانت المقادير كلها عاملاها زي ما انا زي ما الكل بيعملها. بس كنت اول مرة بصراحة اعمل الصابون البلدي والحمد لله. بصراحة حتى لو انا ما استفدتش بيه كصابون بلدي، بس استفدت بيه كمنظف للمواعين ومنظف للسجاد. انا لسه باقي عندي كام صابونة، وان شاء الله باذن الله لما اجي اعمل معاكم صابون بلدي هنزل لكم فيديو وان شاء الله نشوف هيطلع معانا عامل ازاي. بس بصراحة يعني مش عايزة اقول لكم بجد بجد والله انا انبهرت يا جماعة من موضوع الصابون البلدي والسبونشة. شايفين السبونشة دي لمت شعر من على السجاد. طبعا زي ما انا قلت لكم قدام التسريحة، يعني اكيد بنسرح شعر لوجي، شعري انا. فبصراحة لمت شعر كتير من السجاد بجد والله. انا مبهورة جدا، مبهورة. لا فرشة
وجعت ايدي. والسبونشة زي ما انتوا شايفين ناعمة ما فيهاش سلك، دي السبونشة الطرية الناعمة يا جماعة. نضفت معايا حلو جدا. الصابون البلدي معجزة. انتوا شايفين منظر السجادة عامل ازاي؟ البيج ده يعني خليته، بصوا يعني بيتكلم اقسم بالله. خليت السبونج، خليت اللون البيج ده فتح جدا كأن السجادة لسه جايباها لأول مرة. طبعا انا زي ما انا قلت لكم انا بغسل السجاد ده كل عيد، يعني كل عيد. انا ما فيش حاجه عندي اسمها تنظيف على الناشف. انا ما كنتش ارغرغ كده واملى الدنيا ميه كده واعيش في الرغاوي. انا ما اعرفش، ما استمخش بتنظيف حاجه. لا انا ما بحبش حاجه اسمها تنظيف على الناشف. لا انا بنظف السجاد وادلق ميه وانضف في الحمام اي نعم الشقه عندي ضيقه جدا. بصراحة ما يعني ممكن اقول لكم اللي انا حتة اللي انا بغسل فيها ممكن تكون 3 متر في 3 متر وما تكملش كمان. وانا عندي السجادة الكبيرة بتاعت الانتريه، السجادة اللي هي موبرة، انتوا فاهمين قصدي، اللي هي الموبرة عالية. مش عايزة اقول لكم ديت بصراحة في شيلها وتنظيفها بجد مقرف مقرف مقرف. بس طبعا عشان انا ايدي بتوجعني وكده فغسلتها وبقيت عافر واشيل واحط، فما كانش ينفع ان انا اصور قدام الكاميرا وانا بشيل واعمل. وبصراحة كان شيلها متعب، فانا قلت اصور معاكم في السجادة الصغيرة ديت. خفيفة وحلوة، وكانت البقع فيها اكتر بكتير من السجاد التاني، وفتحة فيها حتت كتير فتحة. فبصراحة انا حبيت اوريكم المعجزة اللي انا كنت اللي انا حققتها بصراحة في الغسيل السجاد. والله يا جماعة ولا شامبو سجاد ولا كلوريكس ولا ولا كلور ولا اي حاجة. لا بجد صابونة بلدي بس، سواء انت عاملاها في البيت او انت هتشتريها من بره، صابونة بلدي ورغي على الاسبونشة واشتغلي، او رغي من الصابون على السجادة واشتغلي بالاسبونشة. صدقيني والله هتنضف معاكي لو فيها ايه. طبعا يا جماعة انتوا عارفين ان الصابون البلدي عليه مكونات كتير اللي هي مذيبة للبقع. انتوا فاهمين البوتاس ده يعني يعتبر اقوى حاجة المفروض ان هي شغالة للبقع والحاجات دي. وكنت حاطة عليه اللهم صل على النبي ليمون، وكنت حاطة عليها كلور، وكنت حاطة عليها الصابون البريل، وكنت حاطة كلوريكس الوان اللي هو البودرة، وبرسيل جل. يعني كان واخد مساحيق شوية حلوين مظبوطين يعني. بس هي مشكلته معايا انه ما تصلبش بسرعة، ده ممكن يكون عشان قلة التقليب. وانا هقول لكم على فكرة جهنمية للتقليب احسن من انك تقلبي بايديكي. هقول لكم على فكرة هتريحك من موضوع التقليب والكلام دوت، ولا خلاط ولا اي حاجة. هقول لكم على الفكرة دي ان شاء الله باذن الله لما نصور مع بعض فيديو عمايل الصابون البلدي. شايفين منظر السجادة؟ انا عدت على كل ده بالصابون لدرجة ان انا بقيت اشيل الفتافيت. عارفين الفتافيت بتاعت الصابون؟ والله بص استغليت كل حتة في الصابون، استغلتها خليت السجادة اقسم بالله العظيم. يعني مش عايزه اقول لكم كاني لسه جايباها جديده من عند بتاع السجاد. وزي ما انتوا شايفين كده طبعا انا حمامي ضيق جدا. برمت السجاد وحطيته تحت الدش، بقيت واقفه عليه لحد ما الميه الصفرة ديت اتمنعت خالص اللي هي بتنزل تحت دي. شايفين كميه السجاد؟ شايفين؟ ادي السجاده اللي انا بقول لكم عليها موبره، الوبره بتاعتها عاليه جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا غسلت كميه السجاد دي وصورت معاكم اخر اللي هي السجاده اللي واقفه دي كانت اخر حاجه. بصراحه كان يوم مهلك، بس بصراحه انا انبهرت من الصابونه بجد. والله انا ما جبتش لا منظفات من بره ولا اشتريت شامبو ولا اشتريت اي حاجه، وكانت الحاجه قدامكم باينه. طلعت الروج، طلعت البقعه اللي هي بتاعت الزيوت، واللي هي بتاعت كان ساعات بيشربوا شاي ساعات بيشربوا اي حاجه، بيبقوا رايحين جايين في قلب الاوضه وماسكين الكوبايات في ايديهم. دي مشكله ولادي ان هم يعني اشقيه جدا. بس الحمد لله ربنا يحميهم ويخليهم ويفضلوا يوسخوا وانا اغسل.
الحمد لله. طبعا انتوا شايفين المنظر، دي السجاده الزيتي اللي انا بقول لكم عليها، كان فيها حتت فاتحه، مسكتها دعكتها. والله يا جماعه كل السجاد ده بصابونتين 2، صابونتين 2 بس. بقى لايك حلو، ما تنسوش لايك حلو كده وكومنت حلو واشتراك في القناه اللي ما اشتركش. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.